السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة؟ اهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة فيديوهات It's Very Easy، واللي بنحفظ فيها الأدوية اللي موجودة في الصيدلية بطريقة سهلة ومنظمة وبشكل سريع. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن أدوية الذبحة الصدرية زي ما هو باين كده من العنوان، فيلا بينا. انتي انجينال دراجز. عندنا اول حاجة النيتريتس، ودي بتشتغل ازاي؟ والله النيتريتس بتعمل فازو دايلاتيشن، تمام، في الفين، وبالتالي تقلل البريلود وتقلل الحمل على القلب، فضربات القلب تقل واحتياجاته للأكسجين والغذاء يقل. طيب تاني مجموعة معانا وهي الكالسيوم شانل بلوكرز والبيتا بلوكرز، ودي أدوية بتعمل إن هي بتقلل ضربات القلب بطبعها، تمام. وكمان الكالسيوم شانل بلوكرز ممكن تعمل فازو دايلاتيشن في الكوروناري ارتريز، في الشرايين التاجية. طيب في مجموعة جديدة اللي هو نيو انتي انجينال دراجز، ودي ادوية بتشتغل بميكانيزم تاني غير النيتريتس، عشان كده سموها نيو انتي انجينال دراجز وما حطوهاش تبع النيتريتس. طبعا وفي بقى الحاجات اللي هي الاسبرين والكلوبيدوجريل، اللي هو حاجات انتي بليتلت، تقلل ان البليتلت تلزق في بعضها، وبالتالي تقلل من فرص حدوث الجلطات. فده مش مقتصر على الذبحة الصدرية بس، ولكن بتتاخد لو في اي مشاكل في السيولة. طيب نبدأ بالنيتريتس. النيتريتس عندنا في النيتروجليسرين، في ايزوزوربايد مونونيتريت، في كمان ايزوزوربايد داينيتريت، وفي النيكورانديل، ودي مادة شبيهة بالنيتريت ولكنها سينسيتيك. طيب النيتريتس جرعتها ايه؟ النيتريتس بتتاخد قرص صباحا وعصرا، تمام، كبروفلاكسز، او لو هي ممتدة المفعول فبتتاخد قرص مرة واحدة بس في اليوم. طب ليه ما بتتاخدش 3 مرات كل 8 ساعات؟ والله لو خدناها 3 مرات هيحصل توليرانس منها، ويبدأ مفعولها يقل مع الوقت، فاحنا بنديها مرتين بس في اليوم، والمرة الثالثة بتبقى فري. بندي بقى نغطي بأي حاجة تانية من كالسيوم شانل بلوكرز او بيتا بلوكرز او اي حاجة تانية. طيب النيتريتس في رمضان بتتاخد امتى؟ والله المفروض ان احنا ناخدها بعد صلاة التراويح. ليه؟ علشان نتجنب البوسترال هايبوتنشن، لان هي بتعمل فازو دايلاتيشن جامد، فممنوع ان احنا ناخدها ماشي ونقدر واحنا نمشي وبنتحرك ونوطي ونقوم كده كتير. برضو ممنوع ان هي تتاخد مع اي حاجة تانية بتعمل فازو دايلاتيشن، زي اشهر حاجة السيلدينافيل، الفياجرات. اي حد مريض قلب وبياخد نيتريت ممنوع ان هو ياخد فياجرات، او لو خد فياجرا ما ياخدش قرص النيتريت في نفس اليوم. طيب النيتروجليسرين عندنا نيتروماك 2.5 و5، نيتروماك 2.5 و5، ونيتروديرم 5 و10. نيتروماك ونيتروديرم، نيتروماك ونيتروديرم. نيتروديرم لازقه بتتحط على الصدر هنا، بتتحط من 12 ل 14 ساعه في اليوم، وباقي اليوم بيبقى فري علشان نتجنب التوليرانس. طيب عندنا بعد كده مادة الايزوزوربايد مونونيتريت، ودي بتبقى ممتدة المفعول. عندنا مونوماك 20 مللي جرام، بيتاخد مرة واحدة بس في اليوم. ايميديور وانجيوفوكس. طيب بعد كده مادة الايزوزوربايد داينيتريت، ودي بتاعة الامرجنسي. ليه بتاعة الامرجنسي؟ لان هتلاقي فيها الداينيترا تركيز 5 مللي جرام، بتتاخد سابلينجوال، سريعة جدا، في خلال دقيقة أو دقيقتين بتكون بدأت تعمل الأكشن بتاعها. ممكن تكرر القرص كل ربع ساعة، أو بيقولك ساعتين 3 مثلا، يعني بأقصى حاجة تاخد 3 أقراص. ده بيتاخد إمتى؟ بيتاخد إما بروفلاكسز أو أثناء الأتاك. أنا مثلا رايح أجري أو رايح أعمل أي مجهود ممكن يدخلني في الأتاك اللي هي الذبحة الصدرية، باخد القرص قبل ما أعمل المجهود ده. طيب أنا دلوقتي في أتاك،
اخد قرص برضو، ممكن اكرر قرص بعده، هيحسن من ضربات القلب، يهدي ضربات القلب ويحسن الاتاك ان هي تريزولف بسرعه. داينايترا، اي مريض قلب بتلاقيه معاه شريط داينايترا تركيز 5 مللي في جيبه كده على طول في اي مكان. عندنا ايزوماك ريتارد. ايزوماك ريتارد ده برضو ممتد المفعول، مادة الايزوزوربايد داينايتريت. يبقى عندنا الداينايترا هو ده بتاع الامرجنسي. طيب بعد كده عندنا مادة النيكورانديل، ودي مادة بتتاخد زي النيتريت ولكن هي سينثيتيك. عندنا الادنكور، ادنكور تركيز 10 و20، ورانديل، ادنكور ورانديل. والله ممكن يتاخد قرص مرة او مرتين في اليوم، معاك بحد اقصى 30 مللي جرام في اليوم. يبقى كده كل النيتريتس تمام، اما نيتروماك او نيتروديرم، نيتروماك او نيتروديرم دي مادة النيتروجليسرين. بعد كده الايزوزوربايد مونونيتريت مش مشهورين قوي تمام. الايزوزوربايد داينيتريت مشهور، الداينايترا، الداينايترا مشهورة جدا جدا. والادنكور في مادة النيكورانديل مشهور جدا جدا جدا. يبقى لو هتحفظ 4 أدوية فدول أهم 4 أدوية تمام كده. طيب ندخل بقى على تاني حاجة، وهي الكالسيوم شانل بلوكرز والبيتا بلوكرز، ودي شرحناها في أدوية الضغط. هيظهر لك في فوق الفيديو كده تمام. لو انت ما سمعتش الفيديو اسمع أدوية الضغط، هتلاقينا شرحنا فيها الكالسيوم شانل بلوكرز والبيتا بلوكرز. طيب وتالت مجموعة معانا بقى وهي النيو انتي انجينال دراجز. عندنا 3 مواد، مادة الرانولازين ومادة الترايميتازيدين ومادة الإيفابرادين. مادة الرانولازين عندنا رينيكسا المشهور جدا، وده حاجة لسه جديدة في 2020 تقريبا، موجود بتركيز 375 و500 و750. طبعا سعره غالي عشان لسه جديد، العلبة ب 600 جنيه تمام، فمش هتلاقيه مشهور قوي لسه. طيب بعد كده مادة التراي ميتازيدين، وده مشهور جدا. عندنا فاستريل ام ار، فاستريل ام ار، فاستريل ام ار مشهور الفاستريل. سبانيلا برضو مشهور سبانيلا، وميتاكارديا. مادة التراي ميتازيدين دي ما بتعملش اي حاجة، لا بتقلل ضربات قلب ولا بتعمل فازو دايلاتيشن مثلا زي النيتريك اوكسيد، ولكنها انتي سكيميك ايجنت تمام. بتتاخد كبروفلاكسز، العيان بيمشي عليها مثلا تركيز ال 365 مرتين في اليوم. فاستريل ام ار، ميتاكارديا ام ار دي بيبقى بتركيز 35 مللي جرام، بتاخد مرتين في اليوم، او 20 مللي جرام يتاخد 3 مرات، ولكن يعني معظم الناس بتبقى ماشيه على الام ار علشان تاخده مرتين. فاستريل، سبانيلا، وميتاكارديا، ال3 مشهورين وبيتكتبوا لاي مريض قلب. بعد كده عندنا مادة الإيفابرادين، من اسمها إيفابرادين برادي، بتقلل ضربات القلب. عندنا بروكورولان في منه تركيز 5 وتركيز 7.5، وفي مادة النابيبرادين، بروكورولان ونابيبرادين، بروكورولان ونابيبرادين مادة الإيفابرادين بيقللوا ضربات القلب. طيب في بقى مادة البنتكسوفيلين، ودي برضو مش سبيسيفيك للأنجينا، ولكنها بتزود الفلكسبيليتي بتاعت الار بي سيز، فتخليها حرة وتقدر ان هي تمشي في الاماكن الضيقة بكل سهولة. مادة البنتوكسيفيلين ترينتال 400، مشهور جدا الترينتال ان هو بيتاخد كمثلا الناس اللي عندهم رينلز فينومينون تمام، وبيبقى فيه احمرار كده في عقل الاصابع، بياخدوا الترينتال بيستريحوا عليه جدا، فهو مش سبيسيفيك للانجين. كده يبقى احنا خلصنا الادويه اللي هي سبيسيفيك للذبحه الصدريه. قلنا النيتريت تمام اول حاجه، سواء بقى اشهرهم النيتروماك والنيتروديرم، وبعد كده الكالسيوم شانل بلوكرز والبيتا بلوكرز قلنا نسمعهم في ادويه الضغط. وتالت حاجه قلنا النيو انتي انجينال دراجز، وهتلاقي اشهرهم
هو مادة الترايميتازيدين اللي موجودة في فاستريل واسبينيلا وميتاكارديا. طيب ندخل بقى على الأدوية اللي هي مش سبيسيفيك للذبحة الصدرية، ولكن بتتاخد لمريض الذبحة الصدرية، وهي الحاجات اللي انتي بليتلت دراجز. اسبرين اند كلوبيدوجريل. ايه الفرق ما بينهم؟ والله الاسبرين ده تبع النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، بينهبت الكوكس، ولكن هنا بيقفلوا irreversible، علشان كده ما بيقدرش ان هو يتصنع من جديد او كده. عما بقى يحتاج يتصنع محتاج كام؟ 7 ايام. طيب الكلوبيدوجريل بينهبت البليتلت اجريجيشن. تمام. طيب الكلوبيدوجريل 75 مللي جرام، بيتاخد مرة في اليوم في وسط الغداء او بعد الغداء. تمام. وكذلك الاسبرين لانه بيعمل جي اي تي اريتيشن، يبقى بيتاخدوا امتى؟ بعد الغداء، او في رمضان هيتاخد بعد الفطار. طيب كلوبيدوجريل عندنا البلافيكس المشهور جدا والاسعاره دلوقتي بقت في السماء. تمام. بلافيكس الشريط منه معدي 120 جنيه. كلوبيكس كلاتيكس، بلافيكس كلوبيكس كلاتيكس، بلافيكس كلوبيكس كلاتيكس. مايوجريل، في مايوجريل بلس، في مادة الاسيتال ساليسيليك اسيد اللي هو الاسبرين، في الاتنين مع بعض، في كلوبيدوجريل واسبرين مع بعض. تمام. مايوجريل ومايوجريل بلس. ستروكا من اسمه ستروك يعني جلطة في المخ، ستروكا فهو جاي يعني من هو بيداوي الجلطات. دي كده مادة الكلوبيدوجريل. بلافيكس كلوبيكس كلاتيكس مايوجريل وستروكا. بلافيكس كلوبيكس كلاتيكس مايوجريل ستروكا. طيب بعد كده هندخل على الاسبرين. اهو قال لك ان الاسبرين هو is the only non-steroidal anti-inflammatory drugs that is irreversibly inhibit الكوكس 1. علشان كده بنستخدمه كانتي بليتلت دراج. بيستخدم قرص القرصين بعد الغداء لان هو اسيدك بيعمل جي اي تي اريتيشن، فيفضل ان هو يتاخد بعد الغداء. في رمضان هيتاخد امتى؟ بعد الفطار. طيب عندنا جاسبرين 81. طيب الجرعه بتاعته كام؟ والله الجرعه بتاعته كانتي بليتلت هو لو دوز، واللو دوز ديت من 75 مللي جرام لحد 150 او 160 مللي جرام. فهتلاقي ناس مثلا عامله 75، ناس عامله 81، شركات تانية عامله 100. مش هتفرق يعني، ولكن الافضل هو ال 81 وال 100. عندنا جاسبرين 81، ايزاكارد 75. مش عارف بيحبوه دكاتره النساء قوي يعني، هو كانتي بليتلت تقريبا دكاتره النساء عندهم ايزاكارد ما يعرفوش غيره. ريفو ده 350 مللي جرام. في ريفو 75 ولكن مش هتشوفه. اسبوسيد، ده اسبوسيد اللي هو مرسوم عليه اطفال، ده بيسموه اسبوسيد اطفال، وده بيبقى مضغ، تاخد قرص القرصين مضغ. انما اسبوسيد اللي هو الازرق ده اسبوسيد بلع. تمام. اسبوسيد بلع ومضغ، تركيز 75 مللي جرام. بعد كده اسبريكارلو 81، واسبرين بروتكت شركة بايرن، حاجة كويسة جدا اسبرين بروتكت ده. تمام. يبقى الاسبرين خلاص ما عادش بيستخدم كمسكن ولا صداع ولا رشح ولا الكلام ده كله. دلوقتي اسبرين از انتي بليتلت. عندنا جاسبرين ايزاكارد، اسبرين بروتكت، اسبوسيد، اسبريكارلو. جاسبرين ايزاكارد، اسبوسيد، اسبريكارلو، اسبرين بروتكت. والريفو تركيز 75 وتركيز ما عادش بينزل دلوقتي، اللي موجود اللي هو الريفو اللي هو 350 مللي جرام. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. فيديو لطيف كده وظريف وخفيف. في النهاية بشكركم جدا واتمنى اكون افدتكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ما تنساش لايك وشير.